السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في وصفات آدم. اليوم البنات جبت لكم طريقة رائعة تاع صابون ليكيد هايلة بزاف. اول حاجة راح نبداو فيها نشوف المقادير. عندي هنا وحدة دوف، انا استعملت هذه صابونة تاع دوف، ربيتها في لاغاب بالرقيقة خلاص. ها هي ربيتها مليح. وتقدروا كذلك تستعملوا الصابونات الاخرين، ولكن لازم تحطوا لهم الجليسيرين، ولذلك انا نفضل دوف. عندي وحده، عندي نصف لتر ماء، حطيت لكم فقط تشوفوا انا عندي هنا الماء او يغلي، وكذلك نحقق لينا هذا نحطوا فيها الصابون. نديرها انا راح نحط هنا هذا الصابون دوف. من الافضل تخلطوا بالفوي، انا هنا فقط الفوي تاعي راه فزت لي، وكذلك انا حطيت نصف ماء او غلا، غلا لي مليح درجه الغليان. راح نفرغه في الصابون ونحرك بشويه. بسم الله. هذه العمليه نقوم بها مثلا اليوم، راح نخليها لمده 24 ساعه حتى نعاودو نوليو ليه، وتشوفوا القوام تاعو كيفاه يكون. هنا راح نخلط مليح حتى نحس الصابون تاعي راهو ذاب لي مليح، ونخليه 24 ساعه وتشوفوا كيفاه يولي القوام تاعو. اذا هنا بعد ما فاتت 24 ساعه على الخليط اللي درناه، رانا تحصلنا على صابون رائع جدا لليدين، هايل بزاف. ان شاء الله كامل تجربوه. هنا راح نجربكم فقط تشوفوا القوام تاعو. هنا راح ندير كميه من الصابون السائل، ها هو تشوفوه كيفاه راهو. وحنغسل تشوفوا الرغوه فقط لي يديرها. ها هو الصابون هايل. ان شاء الله تجربوه البنات ويعجبكم، وعنده ريحه هايله. تقدروا تستعملوا دوف قارص ولا تاع الخيار ولا اي دوف، هذا الرائحه اللي تعجبكم. اذا هذه هي الوصفه تاعي لنهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا في قناتي ليصلكم الجديد. شهيوات ادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.